فيلم ذا افيتور، وهو من بطولة ليوناردو دي كابريو ومن إخراج مارتن سكورسيزي. الفيلم مبني عن قصة حقيقية لجزء من حياة هوارد هيوز. هوارد هيوز كان شاب صغير مهووس بالطيران والسينما، وبعد وفاة أبوه وأمه بيلاقي نفسه وارث على قلبه فلوس قد كده، السينما والطيران. وبدأ هوارد في إخراج وإنتاج عدد من الأفلام، واللي كان بيصرف عليها فلوس بمبالغ شديد جدا، ومنها أفلام نجحت وأفلام لا. بس عبقرية هوارد الحقيقية كانت متركزة في مجال الطيران، بحيث إن هو يعتبر واحد من رواد صناعة الطيارات في العالم، سواء في تصنيع أو قيادة الطيارات. حتى الراجل كسر الرقم القياسي بعد ما طار لمدة 4 أيام حوالين العالم. على مستوى التصنيع، فهوارد تعاقد مع الجيش الأمريكي على أنه يصنع لهم طيارتين يستخدموهم في الحرب العالمية الثانية. وفوق كل ده، هوارد هيوز كان مصاب بمرض الOCD أو اضطراب الوسواس القهري، فكان بيعاني بشكل كبير جدا من أنه يخبي المرض ده قدام الناس، فكان دايما في صراع كبير جدا مع نفسه. فبرغم من عبقريته الشديدة سواء في مجال السينما أو مجال تصنيع الطيارات، لأن مرضه كان دايما بيسبب له عائق في أنه يوصل للمراحل المتقدمة اللي كان بيحاول يوصل لها.